الحوض لو هو في وضعه الطبيعي ومال لقدام كده يا كباتن، اعمل لي بيلفك تلت لقدام، مال الحوض لقدام، يبقى هو في وضع فليكشن ولا اكستنشن؟ فليكشن. مين اللي يرجع لي الحوض تاني كده؟ الجلوتس. برافو عليك، تقويات الجلوتس هتعمل لي اكستنشن. الجلوتس بس ولا معاه ايه تاني؟ والهامسترنج. ركز بقى معايا في الهامسترنج هنا عشان في هنا معضله فيها شويه. بصوا يا كباتن، الهامسترنج لو ده طولها الطبيعي والكابتن هيبدا يعمل فليكشن لقدام، ميل الحوض لقدام يا محمود، الهامسترنج حصل فيها ايه؟ اتشدت، طولت، صح؟ فركز بقى معايا، الطول بتاع الهامسترنج هو اللي خلى الحوض يميل لقدام ولا الفليكشن اللي حصل في الحوض هو اللي طول الهامسترنج؟ يعني اللينس اللي حصل في الهامسترنج هو نتيجه ولا سبب؟ برافو عليك. يبقى الطول اللي حصل في الهامسترنج مش هو اللي خلى الهيب يميل لقدام، مش الانتيريور بيرفكت تلت نتيجه ان اللينس ده حصل. هو حصل ولا لا بعد كده؟ فانا هشتغل عليه تقويات ولا مش هشتغل؟ بس هتشتغل عليه عشان هو نتيجه مش سبب. وصلت الفكره؟